سيداتي سادتي الحضور، عشاق السينما الذين ملأوا هذه القاعات دفئا وضياء، سيدتي الوزيرة الكريمة دكتورة مليكة مندودة وكل الوفد المرافق لك، سيد الأمين العام للولاية وكل الوفد المرافق له. في البداية أود أن أشكر كل من شاركني هذا الحلم من فريق العمل الذي لم يعرف النوم، إلى ضيوفنا الكرام الذين منحوا هذا الحدث بريقة، إلى الجمهور الوفي الذي يثبت في كل مرة أن وهران لا تضيء إلا بالناس الذين يحبونها. يسرني في هذا المساء أن أوجه كلمة شكر للسيدة وزيرة الثقافة والفنون، رغم التزاماتها الكثيرة حرصت أن تكون بيننا اليوم في حفل الاختتام. حضورها بيننا ومع هذه الكوكبة من الفنانين شرفونا، حضورها بيننا ومع هذه الكوكبة الراقية من الضيوف الذين شرفونا هو رسالة دعم صادقة للفن والثقافة في بلادنا. نعم، الثقافة اليوم هي أفضل سفير نخاطب به الشعوب، وخير وسيلة لتسويق صورة بلدنا الجزائر، بلد الإبداع والتاريخ والضيافة والتنوع. لقد حاولنا معا أن نحافظ على جوهر المهرجان، أن يكون مساحة للحوار لا للجوائز فقط، للالتقاء لا للمنافسة، أن يكون بيتاً للسينما العربية مهما تفرقت أوطانها ومهما تغيرت خريطتها. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الداعمين والمساهمين وشركاء المهرجان، وإلى الأسرة الإعلامية على مواكبتهم ودعمهم المستمر لهذه التظاهرة. مرحبا بكم في وهران، مرحبا بكم في الجزائر. سعيد جدا في هذه الأيام الجزائر تحتفي بالمثقفين، تحتفي بالفنانين. منذ أيام فقط كان مهرجان عنابة للفيلم السينمائي، مهرجان الآن مهرجان مسرح الهواتي مستغانم، الصالون الدولي للكتاب، مهرجان الدولي للفيلم العربي. أنا سعيد جدا أن بلدي تحتفي بالمثقفين. تحية الثقافة، السلام عليكم. شكرا إذا لمحافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الفنان والنجم القدير عبد القادر الجريو.